تعالوا معايا نروح نشوف كومباوند من الحاجات او الشقق اللي انا ببيع معاهم او بعرضها يعني في شغلي. اصدقاء السوبر وومن يحضروا هنا عشان ده احلى كومباوند يا جماعة. ده كومباوند احلامي انا، يوما ما ان شاء الله بفضل ربنا هسكن هنا. ولما اقول على حاجة يوما ما ان شاء الله هعملها بحققها بفضل ربنا. جماعة احلموا وتخيلوا وبعدها اسعوا وخدوا بالاسباب واطلقوا العنان للخيال كما تشاءون. ربنا بيرزق وبيكتب، وتفائلوا بالخير تجدوه. انا قبل ما اجيب العربية من 2017 قبل اول شغلانة اشتغلتها سندت راسي كده على الشباك وانا راكبة في الميكروباص وقلت لنفسي بت يا امنية، انت حطيتي رجلك على اول سلمة في سلالم النجاح. ان شاء الله هتوصلي وهتركبي احلى عربية ومش هتتمرمطي في المواصلات تاني. وقد كان يا جماعة. المهم بقى بصوا شايفين العمارة دي هسكن فيها ان شاء الله. ممكن فيلا الله اعلم، بس هي العمارة عجباني من زمان. جماعة ده كومباوند اسمه البرو، شركة كابيتال ابو ظبي، شركة مالتي ناشونال اساسها في دبي. ليهم قطاعات او ليهم استثمارات في قطاعات كتير زي الاي اي، زي السكني، زي حاجات كتير جدا يعني ماركتينج واقسام كتير جدا. من ضمنهم السكني عاملين كومباوند تحفة اسمه البروش، بيسلموا وتشطب. اوقات كانوا بيسلموا بالهوم ابلاينس او الاجهزة، دلوقتي لا. كومباوند فيلات وشقق، جايبين بقى حاجات مش موجودة اصلا في مصر. جايبين اكاديمية مانشستر سيتي لتعليم كرة القدم. عندهم النادي شغال، الأكاديمية شغالة وبتدرب أطفال. عندهم ده اسمه كالتشر هاب، زي ساقية الصاوي كده بس حاجة يعني أحسن. وبيقام فيه على فكرة حفلات وندوات ثقافية وهكذا. وعندهم كارفور شغال، عندهم مطعم مش فاكرة اسمه، هسيب لكم اسمه هتلاقوا الصور يعني مطلعة اسمه. بصوا كوميونيتي تحفة. البوابات اللي داخل وطالع مفيش حد داخل وطالع كده، لا ده لازم حد اونر جوه او ساكن جوه يبعت لك QR كود عشان تحضر او تدخل يعني. البوابات يدخلوك. بصوا بقى الايفنت القمر اللي كانوا عاملينه في الكالتشر هاب. دخلنا لقينا عربية البرجر اللي هي اسمها ليدو دي قمر. واحسن حاجة فيهم ان هم كانوا جايبين حاجات مش مقاطعة، فالحمد لله ان انا لقيت يعني. قلت بقى ضربت السندوتشين دول وبدأنا ان احنا ايه. وكانوا جايبين TBS على فكرة. TBS بيعمل قهوة ولاتيه وحاجات كده. انا خدت واحد فلات وايت انما ايه تحفة. مهم. خلصنا بقى بنخلص الجولة والويلكم درينك والحاجات دي وبناخد بقى اورينتيشن دي بيشرحوا لنا الحاجات اللي في المشروع. بيقولك قد ايه هم ليهم قطاعات في العقارات، في البرمجة، في الاي اي، سوري، في الحاجات دي كلها. اهي شركة ابو ظبي كابيتال جروب. اهي بصوا عندهم عباءة مالية قوية جدا. بنين في دبي، عاملين سابقة اعمال قوية جدا. كل الناس عارفهم هناك في دبي. وهم عموما مالتي ناشونال. اللوكيشن بتاعهم على طريق مصر اسماعيلية جنب المركز الطبي العالمي. اي حد عايز تفاصيل اكتر يكلمني برايفت او يبعت لي او يسيب الرقم وانا اكلمه. المنطقة اللي هم فيها اتصنفت ان هي نيو هليوبلس. برضو الدولة بتحاول تعمرها باسامي كبيرة، عايزة تخليها دولة مدينة يعني متطورة. البروش بقى هنا مش كومباوند على فكرة، ده مدينة. عارفين يعني ايه مدينة؟ يعني انت تدخل كل حاجتك حواليك، كارفور حواليك، مطاعمك الانترناشنال والمالتي ناشنال والبراندات حواليك، المول حواليك، لدرجة المباني الإدارية مبنى إداري كامل ده متباع للأونر بس، اللي هو مكتبك وشركتك حواليك. برضو انتوا متخيلين الكونسبت اللي هم منفذينه. النادي شغال مانشستر سيتي يا جماعة، ها ركزوا شوية على مانشستر اهو. تابلي توب ده هو ده المطعم. كارفور وكل الحاجات يعني موجودة. ودي الماستر بلان او تقسيمة المشروع كله. بصراحة حاجة 10/10 ونجمة بصراحة. يوما ما ان شاء الله هسكن فيه وهشاور لكم باي باي منه كده. بصوا الاحمر ده كله اللي ساكن وعايش، يعني في مراحل كتير قوي منه ساكنة وعايش. اللي شاطر بقى اللي اشترى زمان ده بجد عارف قيمة الشركة وعارف ان الشركة مش هتعمل حاجة اي كلام. وبالمناسبة دي حاجات بفضل اقول للعملاء عليها، العملاء مش بيقتنعوا، بس هو انا اللي صح. انا اللي في الماركت وانا اللي عارفة يا جماعة. في شركات بتمسك التراب تخليه دهب. هم مسكوا الكومباوند عملوا منه حاجة تحفة. اللوكيشن خطير. بصوا كل دي حاجات على الطبيعة، مش مش جرافيك ولا صور وخلاص، كلها حاجات على الطبيعة. اللهم صل على النبي.
او الغرفتين الاسعار، اقول لكم الاسعار، الغرفتين عندهم متشطب بدأ من 7,500 7,800. وعلى فكرة ده في التجمع مش موجود، يعني 7,500 دي اللي هو ايه، هنا مثلا لو صنفناها A بلس، هناك في التجمع ال7,500 دول يجيبوا في حاجة في B. يعني عندك دول A بلس، في تحتهم A وفي B بلس وفي B وفي C بلس. يعني هو في التجمع تجيب لكم في حاجة في C بلس او B، يعني احتمال تجيب في B واحتمال لا. فبصراحة قيمة مقابل سعر قوي. فلو واخدينه كاستثمار فسعره هيزيد قدام، لان المنطقة نفسها سعرها هيزيد. سودك هناك على فكرة، وسودك برضو بتتصنف من ال A، وساعات بتبقى ال A، يعني ايه بتلعب في حتة ال A وال A بلس يعني. اللهم صل على النبي. فانت واخده كاستثمار سعره هيزيد لان المنطقة كلها هتعلى. واخده كسكن افضل خدمات فيه. هم عاملين كل حاجة عشان ينجحوا المشروع، اللي اشترى كسبان واللي هيشتري كمان كسبان. انا هفضل اقول برشحه بقوه ويوما ما، وان شاء الله ايه نتقابل يوما ما واقول لكم. دي التاون هاوسز الجديده، الفيلات بتبدا من 13 ارضي واول، ولو هتاخد ارضي واول وروف تبقى 17. التاون هاوس ده يا جماعه 4 أو 6 فيلات جنب بعض، بينهم وبين بعض سور شجري. اللي يعني بيدور شويه او بيسمع شويه عن الفيلات او بيدور يعني الفتره دي عارف اسعارها اهي. على 7 سنين و8 سنين متخيلين 10% و7 سنين تقسيط فيلا في احلى مكان. طبعا الفيلات مش متشطبه، اي فيلا عشان تبقوا عارفين خدوها قاعده متبقاش متشطبه. ليه؟ لان الفيلات بالذات بتبقى العميل بيشطبها على مزاجه. اهم نقطه بقى ان في ناس بتقول ان هو بعيد وبيضيعوا من ايدهم فرصه قويه جدا جدا للسكن والاستثمار بالجمله دي. احب اقول لكم ان هو بينه وبين الجامعه الامريكيه او الجولدن سكوير اللي هو المربع الذهبي في التجمع 25 دقيقه. وبرضه احب اقول لكم ان من اول حته في 90 لحد الجامعه الامريكيه برضه 25 دقيقه. يا جماعه هو مش بعيد، انت جنبك على طول الشروق وساكنين وعايشين، وهتبقى قريب كمان للعاصمه. اشوفكم في فيديو جديد. باي.